قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة يا ريت ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بنا نبدأ عظمة النهاردة. مقاتلة كونغ فو شاولين قوتها جبارة، يا ترى هتقدر إنها تقضي لوحدها على قوى الشر المظلمة؟ ده اللي هتعرفه لما تشوف الفيديو للنهاية. بيبدأ الفيلم بمدرسة الكونغ فو شاولين ومجموعة من البنات اللي اتدربوا على الكونغ فو. شاولين بيعرفهم المعلم إنهم كملوا يومهم ال6000 في التدريب، وبيسألهم هتعملوا إيه لما ترجعوا بيوتكم. واحدة منهم بتقول إنها عاوزة تكون مضيفة طيران، والتانية بتعرفوا إنها عاوزة تمثل. أما ريم فبتفهموا إنها هتنشر الكونغ فو شاولين في قريتها. وبعد ما تمشي بيتكلم المعلمين مع بعض، وواحد منهم بيقول للتاني إن ريم قوتها الخاملة كبيرة جدا وإنها بتقدر تسيطر على قواها. فبيأكد لها كبير المعلمين إنهم ما يقدروش يعملوا أي حاجة حتى لو استسلمت للجانب المظلم. ولما بتوصل رين لصالة التدريب في قريتها بتلاقيها مهجورة. وفي نفس الوقت في الجامعة بتعرض واحدة من الموظفات على يوشيرو مقال عن القوى المظلمة للكونغ فو شاولينج. وفي القرية بتفضل رين تسأل كل الناس اللي تعرفهم عن الصالة الرياضية، وكلهم بيقولوا لها ما نعرفش اتقفلت ليه. ولما بتدخل رين لمطعم في القرية بيرمي الطباخ طبق الرز في الهواء، فبتقدر تمسكه بخفة باستخدام حركات الكونغ فو شاولين. ولما بترمي بعده طبق الشوربة بتمسكه بشبكة الهوكي بخفة قبل ما يقع على الأرض. وهنا بيخرج الطباخ من المطعم وبيرحب برين اللي بتحييه تحية الكونغ فو لأنه كان المعلم بتاعها. ولما بتسأله على صالة التدريب بيعرفها إنها اتدمرت، وبيغير الموضوع وبيقول لها أكيد انت جعانة هجيبلك تاكلي، لكنها بتصمم تعرف إيه اللي حصل. فبيفهمها إنه ما بقاش مهتم بالكونغ فو شاولين، فبيبان عليها الصدمة وبتخرج من المطعم وبترجع رين لصالة التدريب وبتبتدي توظف فيها. وتاني يوم الصبح بتصحى رين على مين اللي بتكون جايبه لها الفطار. وفي صالة التدريب القديمة بتفهم رين من مين إنها عاوزة تنشر كونغ فو شاولينج زي ما كان جدها بيحلم. فبتعرفها من مين إنها بتحاول تتعلم الكونغ فو شاولينج جنب الهوكي اللي هي بتحبه. فبتسألها رين يعني إيه هوكي، وبتاخد من رين للجامعة وبتطلع لها كارنيه علشان تلعب معاها هوكي. ولما بتنزل معاها الملعب بتقول للبنات إنها عاوزة تعلمهم الكونغ فو شاولين، فبيتريقوا عليها. وهنا بتاخد منهم مضرب الهوكي وبتضرب به الكرة ضربة قوية جدا لدرجة إنها بتكسر نافورة في المدرسة. فبتفهمها رئيسة الفريق إنها لازم تتعلم إزاي تتحكم في الكرة. وبعدها بيتكلم يوشيرو مع الموظفين وبيفهمهم إنهم محتاجين طلاب أكتر في فنون الدفاع عن النفس. فبتفهموا واحدة منهم إن معاهم 3 طلاب جداد وهيدوروا على طلاب تانيين. وفي الملعب بيقرب المدرب ريوجي من البنات وبيسألهم عن اللي ضربت الكرة اللي كسرت النافورة. فبتفهموا من مين إنها صاحبتها رين. ولما بيسألها أنت طالبة في الجامعة بتقوله لا. فبتعرفها رئيسة فريق الهوكي إنها ما تقدرش تكون لاعبة في فريقهم لأنها مش طالبة في الجامعة. فبيفتكر ريوجي إن رين هي نفس البنت اللي شافها في المطعم وبتستخدم الكونغ فو شاولينج، وكمان بيضمها لفريقه. ولما بتشاور له رين على مبنى في الجامعة وبتسأله عليه بيفهمها إنه مكان تدريب خاص ممنوع حد يدخله. وبترجع من مين للمطعم وبتعرف المعلم إن رين هتلعب معاها هوكي في الفريق. ولما بيقول لها إنها مش هتقدر تلعب لأنها مش في الجامعة بتعرفه إنها قدمت طلب علشان تنضم للجامعة. وتاني يوم الصبح بيتدرب البنات في ملعب الهوكي وبتتفاجئ ريم بالمعلم في الملعب وبيعرفهم إن اسمه إيوايدا وهيبقى مدرب الهوكي الجديد لفريقهم. ولما بترجع رين لصالة التدريب في اليوم ده بتلاقي بدلة الكونغ فو بتاعت جدها، وساعتها بتدخل من مين عليها وبتطلب منها إنها تعلمها الكونغ فو شاولين في السر من غير المعلم ما يعرف. وبتبتدي رين تدربها، وأول تدريب بيكون الثبات. فبتخليها تحط على راسها طبق وتحاول تقف على نص ركبة لكنها ما بتقدرش. ورين بتمسك الطبق قبل ما يقع على الأرض. وتاني تمرين بيكون إنها ترجع دراعها لورا وتضرب بضربتها ضربة قوية جدا زي الرصاص. والتمرين التالت إنها تقف على إيديها وتمدد جسمها كله لفوق ورجلها يكونوا جنب بعض. والتمرين اللي بعده إنها تاخد وضع القتال وتتحرك بخفة وقوة في نفس الوقت. وآخر تمرين إنها تقف ثابتة وتخلي الطاقة تتركز بين إيديها. وبتفهمها إن ده أصعب تمرين مع إنه يبان إنه سهل. وفي الجامعة بيبلغ واحد من الموظفين يوشيرو إن واحدة متخرجة من مدرسة الشولين للدفاع عن النفس عاوزة تكون واحدة من طلبة الجامعة وإنها دلوقتي عضوة في فريق الهوكي. وفي الملعب بيدرب إيوادا الفريق على الهوكي. وفي تمرين الجري بتعدي من جنب الفريق عربية مدير الجامعة. وبعدها بيكون في مباراة هوكي ودية بيمنع إيوادا رين إنها تلعب في الشوط الأول، فبتتعادل فرقتهم مع الفرقة التانية. ولما بتصمم رين إنها تنزل الملعب الشوط التاني بتكون ضرباتها قوية جدا، لكن مرة بتجيب الكرة في العارضة
فبترتد الكورة وتدخل في مرمى فريقها، ومرة الكورة بتطلع برا فبيمسكها ريوجي، ومرة بتيجي في بطن زميلتها وبتنفرد رين دايما بالكورة وما بتمررش الكورة لزمايلها في الفريق فبيخسروا. وبعد الماتش بتكون البنات اللي في الفرقة متضايقين منها جدا وبيفهموها انها ما لعبتش بروح الفريق، وبيعرفوها ان اللعبة دي مش لعبتها وانها لازم تسيب الفريق، والمدرب ايوادا بيأمن على كلامهم فبتفهمهم انها ما تعرفش يعني ايه روح الفريق، وبتعتذر لهم وبتسيبهم وبتمشي. وفي نفس اليوم بالليل بتتمرن على لعب الهوكي، وبتتخيل ان زمايلها في الفريق معاها وبتمرر لهم الكورة، وبتكون من مين بتراقبها من بعيد. وتاني يوم الصبح بتشوف فريق كرة قدم بيلعبوا مع بعض، والمدرب بتاعهم بيدربهم وبيفهمهم انهم لازم يلعبوا بروح الفريق ويمرروا لبعض الكورة، فبتطلب منه انها تتمرن معاهم، لكن ضرباتها بتكون قوية وما بتمررش الكورة لحد، وبيشوفها بنات فريقها فبيحسوا انها ما اتغيرتش. وفي نفس اليوم بالليل بتتمرن على الكونغ فو شاولين، وبتقف من مين تتمرن معاها. وتاني يوم بتلعب مع فريق الكورة وبتمرر للاعيبة الكورة، ولما بيشوفوها فريقها بيحسوا انها اتغيرت، وبتكمل بعدها تدريبات الكونغ فو شاولين مع مين وبتبقى مبسوطة جدا لما بتلاقي باقي الفريق بقوا بيتدربوا معاهم. وبعدها البنات بيطلبوا منها انها تتدرب معاهم على الهوكي، وبتترجى البنات المدرب ايوادا انه يرجع رين للفريق تاني فبيوافق، وبيكسبوا بعدها كل الفرق اللي بيلعبوا معاها، وبتساعد الفرقة رين في تنظيف الصالة الرياضية، وبتمرنهم رين على حركات الكونغ فو شاولين. وفي المطعم وقت الغدا كل البنات بيبقوا موجودين في المطعم، فبتلاقي رين ان المدرب ايوادا مش موجود، ولما بتسأل عليه بتعرف انه عند النهر، فبتروح له هناك وبيسألها اذا كانت عارفة السبب اللي خلى جدها يبعتها تتعلم الكونغ فو شاولين في الصين، فبترد عليه انه عمل كده علشان تتعلم فنون الكونغ فو شاولينج وتكون خليفته، فبيعرفها ان جدها بعتها الصين بسبب القوة الكبيرة اللي عندها، وانه بعتها هناك علشان تتعلم ازاي تسيطر على القوة دي، وبيفهمها انها ما ينفعش تدخل اي قتال وانه دايما هيكون جنبها وهيحميها. وفي نفس اليوم بالليل لما بترجع رين صالة التدريب بتحس ان في حد واقف وراها، وبتلاقي 4 لابسين بدل فولا سودا محوطينها، ولما 2 منهم بيحاولوا يضربوها بتستخدم حركات الكونغ فو شاولينج وبتتفادى ضرباتهم، وبتطير من فوقهم وبتنزل على الارض بعيد عنهم، لكنهم بيحوطوها مرة تانية وبياخدوا وضع الاستعداد للقتال، لكنها بتفهمهم انها مش هتقاتل معاهم. وهنا بيطلعوا اسلحة شبه السكاكين، لكنها بتقدر تجري برا الصالة الرياضية وبتهرب منهم، ولما بيطلعوا برا صالة التدريب ما بيلاقوهاش، فبيتصل واحد منهم بيوشيرو وبيعرفوا انها هربت منهم وما حاولتش تقتلهم. وبيجي بعدها اتصال لإيوادا في المطعم، فبيخرج من المطعم بسرعة، ولما بتوصل رين للمطعم بتلاقيه خرج ومحدش عارف هو راح فين. اما المعلم إيوادا فبيكون في صالة التدريب وبيمسك صورة جد رين، وبيفتكر لما يوشيرو اللي كان واحد من تلاميذ جد رين ضربه علشان يعترف له بمكان رين، لكن هو رفض يقوله. وفجأة بيدخل يوشيرو صالة التدريب، ولما بيضربوا يوشيرو برجله بحركات كونغ فو قوية فبيحاول إيوادا انه يتجنب ضرباته لكن ما بيقتلش، فبيضربوا يوشيرو برجله في بطنه وبيسألوا ليه ما بتقتلش، وبيرجع يضربوا تاني ضربتين برجله فبيقع على الأرض، ولما بيقف تاني بيضربوا يوشيرو على رجله فبيقع تاني، وبيسألوا إيوادا عن السبب اللي مخليه عاوز يطلق قوة رين، فبيعرفوا انه مستني من فترة طويلة انه يقاتل حد في قوتها، وبيرجع يضربه مرة تانية على رجله، وبعدها بيضربوا بركبته في بطنه، وبيضربوا تاني بركبته في وشه وبيرميها على الأرض. وهنا ما بيقدرش إيوادا انه يقف على رجله، فبيسجد ليوشيرو وبيترجاه انه يفضل بعيد عن رين، فبيدوس يوشيرو على ظهره برجله. وهنا بيفهموا إيوادا ان كونغ فو شاولين مش وسيلة للقتال، وساعتها بيضربوا يوشيرو ضربة لولبية برجله في وشه بتخليه يطير من مكانه وينزل على الأرض. ولما بيخرج يوشيرو من صالة التدريب وبيتصل برجالته وبيطلب منهم انهم يدمروا اي حد قريب من رين، ولما بترجع رين لصالة التمرين وبتلاقي إيوادا مرمي على الأرض بتساعده يقف، وبيلاقوا النار مسكت في الصالة الرياضية فبتسند إيوادا وبيخرجوا جري. وفي نفس الوقت بيدخل المقنعين المطعم وبيخطفوا من مين وبيشغلوا الغاز، ولما بيشم فو ووينغ وريوجي ريحة الغاز بيخرجوا جري من المطعم، وبعدها المطعم بينفجر، وبترجع رين جري للصالة الرياضية وبتاخد بدلة المعلم من وسط الحريق، بيطلب منها المعلم انها ما تقتلش لان الجانب المظلم مستنيها. وهنا بيبلغ فو واللي معاه المعلم ان المقنعين من نادي القتال حرقوا المطعم وخطفوا من مين، وساعتها بتقرر رين انها تقاتل، وبتفهم إيوادا انها مش هتتشد للجانب المظلم لان حواليها ناس كتير بتحبهم ولازم تحميهم وترجع مين. ولما بتوصل رين الجامعة بتكون لابسة بدلة المعلم، وبيستقبلها هناك مقاتلين كونغ فو كتير جدا لابسين بدل سودا، فبتجري منهم وبتدخل للمبنى اللي قال لها عليه ريوجي ان دخوله محرم، وبيدخل وراها
وراها مقاتلين الكونغ فو وبيقفلوا وراهم الباب، وأول واحد بيتقاتل معاه منهم بتضربه ضربة قوية برجليها فبيقع على الأرض، وساعتها بيهجم عليها باقي المقاتلين مع بعض فبتضربهم برجليها اليمين وبرجليها الشمال بقوة وخفة، وضربتها بتكون قوية جدا فبيقع على الأرض، وبعدها بتضربهم بقبضة إيديها وبتطير وبتطلع على السلم وبترميهم بضرباتها واحد ورا التاني من على السلم، وبتمسك قرص فولاذ كبير وبتلف بيه فبيقعوا حواليها، وبعدها بتطير القرص فبيرشق في عمود أسمنت وبتنزل تاني للدور اللي تحت، وهنا بيكسر يونغ فو إزاز السقف وبينزل وسطهم وبيضربوا معاها في المقاتلين، وبيساعدها فو إنها تطير للدور التاني لما بيشبك لها إيديه، ولما بتطلع رين للدور التاني بتلاقي مرايات كتير حواليها فبتجري بسرعة لحد ما بتلاقي سلم، وساعتها سكاكين كتير بتطير حواليها وسكينة منهم بتجرحها في دراعها فبتنط وتتعلق في سور صغير، وبتكسر شباك معدن في السور برجلها وبتدخل منه، فبتلاقي نفسها في أوضة فيها شاشات كمبيوتر كتير وبتعرض القتال اللي كان بينها وبين أصحاب بدل الكونغ فو السودا، فبتجري بسرعة، وهنا بتلاقي قدامها قضبان حديد ووراها بيظهر 3 مقنعين، ولما بيحاولوا ال3 يضربوها بإيديهم بتهرب منهم، والتاني بتضربه برجلها فبيقع على الأرض وما بيقدرش يقوم، أما التالت فبتضربه بقبضتها القوية فبيتكسر القناع اللي على وشه، وهنا بتترفع القضبان الحديد فبتجري وبتعدي من باب وبتوصل بعدها الأوضة فيها 3 من المقاتلين، وأول واحد فيهم بيوجه لها ضربات قوية جدا برجله وإيديه لكنها بتقدر تتفادى ضرباته، وبيتحد 2 منهم وبيضربوها برجليهم ضربة قوية جدا في بطنها فبتطير وبتكسر حيطة الأوضة الخشب، وبترجع لهم تاني وهي في ايديها جردل وجواه فطين وعصاية، وبتحط الجردل على العصاية وبترميها على واحد منهم فبيلبسوا على راسه كل فوطة بتغطي وش واحد من الرجالة التانيين، وبعدها بتطير وبتضرب 2 برجليها، وقبل ما بيتهجموا عليها مرة تانية بيسمعوا صوت بيقول لهم كفاية، وبتتفاجئ ان ريوجي اللي بيطير في الهوا وبعدها بيضربها برجله فبتتفادى ضربته بدراعها، وبيعرفها ان هو اللي فتح الغاز في المطعم، وبيتقاتلوا مع بعض وبيسند على ظهرها وبيتشقلب، وقبل ما بينزل على الأرض بيضربها برجله في ظهرها وبيشنكلها، بس قبل ما تقع بتضربه بقبضتها في بطنه فبيضربها بعنف برجله على وشها فبتقع على الأرض، وبعدها بينزل بكوعه على ظهرها وهي ما بتتحركش من مكانها، ولما بيديها ظهره بتقوم وبتتشكل حواليها طاقة، وأول ما بيجري ناحيتها بيترفع جسمها من على الأرض، وبعدها بيلاقي إيديها على راسه وجسمها كله مشدود لفوق، وبتنزل برجلها في بطنه بضربة جبارة فبتطيره وبيخبط في الحيطة الخشب اللي بتتكسر وبيقع بعدها من البرج فبيكسر الإزاز اللي في أول دور وبيقع على فو يونغ، وبتركب الأسانسير بعدها وبتطلع لآخر دور، ولما بيفتح الأسانسير بتلاقي مين نايمة على كنبة قدامها فبتنادى عليها، وهنا بيظهر يوشيرو بيقول لها اتأخرتي، وأول ما بتهجم عليه بيضربها بقبضته اللي حواليها حقل طاقة بتقع على الأرض، ولما بتقوم بتجري ناحيته وبيضربوا بعض برجليهم ضربات قوية، وبيمسك يوشيرو رجليها وبيضربها بقبضته في بطنها فبتقع في حمام السباحة اللي وراها، لكنها بتطلع منه وبتقف على المية فبيخطي يوشيو جوه حمام السباحة وبيقف هو كمان على المية وبيصنع حاجز من المية، لكن ريم بتتخطاه، ولما بينزل لها تحت المية بتقدر تطلع تاني وبتضربه ضربة قوية بإيديها فبينزل تحت المية، وبيقول لها بنفس الصوت انه هيوريها جمال الجانب المظلم، وبيحاول الظلام انه يسيطر عليها لكنها بتخرج من المية، وبعدها بيحاوطها حقل طاقة النور فبتطير، ووراها بيطير يوشيرو بطاقة الظلام وبيوصلوا للسقف وبيكسروا الإزاز، وبتطير رين أعلى من يوشيرو، ولما بيحاول يضربها بتحضنه وبتفكره بذكريات طفولته وبتخرج من الجانب المظلم، وبعدها بيتملي حمام السباحة بالمية وبيتهدم وبتنزل المية على الدور اللي فيه المقاتلين، وبتنزل رين مع يوشيرو اللي بيتخيل نفسه طفل صغير وبيطلب من رين الطفلة انها تعلمه الكونغ فو، وبعدها بيرجع لطبيعته وبترجع رين تلعب الهوكي مع فريقها، ولحد هنا بيخلص فيلمنا والسلام.